بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. نعم أحبتي، مجددا نحييكم هنا من ملعب زاخو بعد أن وقف الفريقين دقيقة الصمت وقراءة سورة الفاتحة المباركة. نلتقي وإياكم هنا بملعب زاخو يحتضن هذا اللقاء بين ضيف نادي نفط البصرة، الفريق الذي حل ضيفا بمواجهة صاحب الأرض والجمهور نادي زاخو لحساب الجولة 35 من منافسات دوري نجوم العراق، ولليوم الثاني من هذه الجولة التي انطلقت بالأمس ب3 مباريات، واليوم كذلك ستنطلق 4 مباريات في نفس التوقيت. تنطلق كذلك مباراة نادي ديالى ونادي الكرخ. من خلال هذا اللقاء هنا نادي نفط البصرة الذي يسعى من خلال مباراة اليوم لضمان البقاء والهروب من قاع الترتيب في سلم ترتيب دوري نجوم العراق، وكذلك نادي زاخو الذي يريد أن يضمن البقاء في المركز الثالث بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق. وهنا كذلك تنطلق صافرة الدولي زيد الثامر، ويساعده الدولي أمير داود مساعد أول، سجاد خليل مساعد ثاني، أياد زاحم حكم رابع، وكذلك أمجد كامل حكم الفار، وحامد علي مساعد الفار، مقيم الحكام سيروان سلمان بكر، بينما مشرف المباراة كاروان محمد فرج. لهذا اللقاء انطلقت صافرة حكم المباراة نادي زاخو بالقمصان البيضاء، بينما نفط البصرة الفريق الضيف بالقمصان الخضراء لهذه المباراة. كرة عدت وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. كتيبة المدرب سعد حافظ أمام كتيبة المدرب عبد الغني. شاهد من خلال مباراة اليوم، نشاهد ونتابع سعد حافظ نعم يكمل مشوار نفط البصرة في آخر الجولات المتبقية لدوري نجوم العراق. انقطعنا لأسبوعين والعودة لمنافسات دوري نجوم العراق. هذه كرة وصلت هنا بمنتصف الملعب. تشكيلة نادي نفط البصرة بالحراسة مجتبى محمد، بينما بخط الدفاع كان جنيفي أماتشو، جوزيف أونجو، حسين عباس وحسين فلاح، حسن داخل، صادق زامل وتوري جونيور، محمد قاسم، علي خليل واسماعيل أورو. بينما تشكيلة نادي زاخو كتيبة المدرب عبد الغني، شاهد بالحراسة علي كاظم، باتريك مارسيلينو، أحمد إبراهيم، علاء رعد ويوسف رائد، محمد علي عبود، إيليو ياو آدم، ناصر محمدو، وكذلك ديبوتي أوغانو، أحمد ياسين وغوستافو هنريك. سلامة اللاعب الواضح بالصورة المدرب عبد الغني، شاهد مدرب نادي النجف سابقا نعم، وفي المرحلة الثانية يكون خلفا للمدرب طلال البلوشي بقيادة الغواصات الحمراء أبناء الخابور نادي زاخو. سلامة المدافع أحمد إبراهيم كابتن الفريق يشكو من إصابة بالدقائق الأولى. نادي زاخو لعب مباراته تلك التي توقفت نعم وانتهت بالتعادل أمام نادي نوروز في الديربي الشمالي، وكذلك بآخر لقاء لعبه في الجولة 34 من منافسات دوري نجوم العراق تغلب على نادي القاسم بهدفين دون رد. وكذلك نادي نفط البصرة الذي تعادل أمام نادي نوروز بآخر لقاء بهدف لمثله في الجولة 34. هو فاز ب7 مباريات وتعادل ب8، لكن خسر 19 مباراة. استطاع أن يسجل 24 هدف بينما استقبل الشباك 47 هدف وبرصيد 29 نقطة. السلامة لأحمد إبراهيم لا زال يتلقى العلاج. نادي نعم نفط البصرة في المركز 18 سلم الترتيب لدوري نجوم العراق بعد هذا التدخل ما بين اللاعب اسماعيل أورو التغولي واللاعب أحمد إبراهيم لاعب منتخباتنا الوطنية ولاعب نادي القوة الجوية وأربيل، وانتقل كذلك من أربيل إلى زاخو، واحد من المدافعين المميزين في دوري نجوم العراق. سلامة لأحمد إبراهيم تعرض لإصابة في الدقائق الأولى باللحظات الأولى من أحداث المباراة. لقاء أكيد مثير هنا
وسط هذا الشغف الجماهيري وهذه الوجوه النيرة المتواجدة بملعب زاخو، أبناء الخابور يسعون من أجل تعزيز نقاط نادي زاخو والارتقاء بنقاط المباراة ليكون برصيدهم 67 نقطة، فهم برصيدهم الآن 63 نقطة، بينما في الجهة الأخرى ب 29 نقطة. كذلك يسعى لخطف النقاط الثلاثة ليكون برصيد 32 نقطة والابتعاد عن مراكز الهبوط. نعم كذلك هناك مباراة مهمة بالنسبة لنادي ديالى أمام نادي الكرخ. إذن المنافسة ما بين الأندية المهددة بالهبوط والتي نعم تتذيل الترتيب، نادي الحدود ونادي كربلاء وكذلك نفط البصرة وديالى بهذه المراكز المتأخرة. وأيضا اليوم بهذا اللقاء شاهد هنا هذه اللوحة الجميلة بتلوح بهذه الآيات جماهير نادي زاخو. دائما ما تكون نكهة المدرج هنا بهذه الهتافات وبهذه الأناشيد وبهذا الحضور الجميل وبهذه اللوحة الفنية الرائعة بملعب زاخو، تشكل لنا منظر حضاري جميل بأن الجماهير دائما ما تكون هي الابتسامة وهي الفرحة وهي النكهة للمباريات في دورينا في دوري نجوم العراق. حضور مميز، نتمنى أن يستمر هذا التميز في جميع مباريات دورينا. كرة بمنتصف الملعب عدت هناك لناصر محمدو، تعود بمنتصف الملعب رغم الغيابات بصفوف الفريقين. هناك من أبرز غيابات نادي نفط البصرة فافونا ومحمود أحمد حيدر عادل، بينما لزاخو أمجد عطوان محمد أبو حشيش موشيس ورضا ورمضان صديق. هذه غيابات أيضا نادي زاخو. هذا محمد قاسم خلف باللقطة الماضية ويوسف رائد كان قريب، نفذ هذه الكرة الجانبية لمصلحة نادي زاخو. وهناك المرور من أحمد ياسين، يحاول العبور من أحمد ياسين والكرة تتخلص إلى خارج أرضية ملعب المباراة. إغادرت أرضية ملعب المباراة هذا حسين عباس. باللقطة الماضية تترك الكرة ليوسف رائد. يوسف رائد يلعبها عند اللاعب ديبوتي، يحاول بتصويبه من ديبوتي والابعاد ياتي، تتخلص لتعود مرة أخرى وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضاعت على اللاعب علي خليل أو علي من أبعدها باللقطة الماضية. تراجع مع المدافعين، اليوم يواجه فريقه السابق على رعد. لعب لنفط البصرة، لعب لنفط ميسان، لعب للزوراء وانتقل لزاخو. هنا تأتي نقلة من محمد علي عبود، خروج للحارس مجتبى محمد، تألق وعانق الكرة الماضية. مجتبى محمد يطلب الانضمام من زملائه والتقدم. هذا هو مجتبى محمد. هي معركة ما بين كتيبة المدرب الكابتن سعد حافظ وكتيبة عبد الغني شهد. من خلال هذا اللقاء عبد الغني شهد يريد أن يذهب بزاخو بعيدا، نعم، من أجل البقاء في المراكز المتقدمة. وكذلك هنا كتيبة المدرب سعد حافظ يريدون الحفاظ والبقاء في دوري نجوم العراق والابتعاد عن مراكز الهبوط خلال هذه الجولات الأخيرة المتبقية من دوري نجوم العراق. بينما الصراع لا زال مشتد هناك في صدارة الترتيب لدوري نجوم العراق نادي الشرطة المنفرد بصدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسي نادي الزوراء. هذه الكرة وصلت هنا لتعود مرة أخرى لتصل من جديد بنقلة، نعم، هذه تعود مرة أخرى. نشاهد نتابع لتعود عند ناصر محمدو. نعم، الكرة بمنتصف الملعب. زاخو يبتعد عن المتصدر بفارق 14 نقطة وعن المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن الزوراء صاحب المركز الثاني بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق. وكذلك يوم غد أحبتي سيلعب الزوراء مباراة أمام نادي القاسم وبنفس التوقيت الشرطة أمام نادي النفط. وفي ختام الجولة الطلبة يواجه القوى الجوية. ختام الجولة 35 من منافسات دورينا. كرة بوسط الملعب، هناك نقلة عدت من أحمد، يحاول المرور وبمنتصف الملعب. هنا لا زالت قائمة الكرة من اللاعب إيليو ياو آدم بالوسط،
وبتمريرة عدت وطالت على اللاعب أحمد ياسين. تمريرة محمد علي عبود يا أحمد ياسين، والكرة بعيدة يا أحمد. تعالت يا محمد علي عبود على أحمد ياسين باللقطة الماضية، وشاهدنا مرور اللاعب على رعد، وهذا علي خليل متراجع. مجتبى محمد على التنفيذ، توجيهات المدرب عبد الغني شهد، الكابتن عبد الغني شهد مدرب لنادي زاخو، بنقلة طويلة والابعاد ياتي بالراس، تتخلص في منتصف الملعب من صادق، تعود لحسن، حسن داخل من حسن داخل، وعدت الكرة هنا لعلي خليل، حاول المرور علي خليل والابعاد ياتي الى ان غادرت ارضية الملعب من المدافع باتريك مارسيلينو، ابعدها البرازيلي، خلص الكرة الى خارج ارضية ملعب المباراة. هذا حسين فلاح كابتن الفريق، حسين فلاح لعب للنجف نفط ميسان القوة الجوية الميناء، لاعب خبرة. وهنا تتهيأ الكرة لا زالت مستمرة، العبور بتصويب جول بأول أهداف المباراة. هذا هو اسماعيل أورو يسجل أول أهداف اللقاء. اسمراني للبصرة، هيوا يا الاسمر هيوا، بهدف أول من الاسمراني التغولي يسجل أول أهداف المباراة لنفط البصرة. كأنهم يتحدون أبناء الخابور هنا بزاخو وأمام جماهير زاخو، كأنهم يقولون نحن نريد أن نبقى في الدوري وننافس حتى وإن كنا متأخرين وإن كنا في المراكز الأخيرة. لكن هنا اسماعيل لن يتأنى، وبتصويبة رائعة بتسديدة جميلة لن يستطيع علي كاظم أن يتصدى بهذه القوة. كان من الممكن أن يكون الإبعاد من علي كاظم، لكن شئت أم أبيت يا علي، اسماعيل كأنه يقول هذا صاروخ من الصعب أن تتصدى لها يا علي كاظم. والهدف الأول من اللاعب اسماعيل أورو يسجل أول أهداف المباراة لنادي نفط البصرة، وهداف نفط البصرة يعلن عن هدفه التاسع في دوري نجوم العراق. اسماعيل يسجل الهدف الأول، هو سجل في مباراة الذهاب ويعود اليوم يسجل هنا في مباراة الإياب. مباراة الذهاب التي انتهت ب3 أهداف مقابل هدفين لنادي زاخو، لكن في الإياب يعود اللاعب اسماعيل أورو يسجل أول أهداف المباراة للفريق الضيف. إذا أبناء البصرة حاضرين، نعم، ذو البشرة السمراء البصراوي التغولي نعم يفتتح التسجيل ويسجل أول أهداف المباراة لنادي نفط البصرة. عدت الكرة تصل مرة أخرى هنا بمنتصف الملعب من محمد قاسم خلف، وهناك تأتي صافرة الدولي زيد ثامر تشير لوجود خطأ. هذا ديبوتي باللقطة الماضية، وبعد ذلك التدخل شاهد ما بين اللاعب محمد قاسم خلف واللاعب ديبوتي. كانت صافرة حكم المباراة حاضرة. شاهدنا الهدف الأول الجميل لنادي نفط البصرة، ونتابع أحبتي هل يأتي الرد لأبناء الدار لصاحب الأرض والجمهور ويعدلون من نتيجة المباراة أن يبقى التقدم للفريق الضيف الذي افتتح التسجيل أعلن عن أول أهداف المباراة. لكن هناك هجمة لا زالت قائمة لمصلحة نادي زاخو لأبناء الخابور، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. كما ذكرتها باللحظات الأولى هي معركة ما بين نفط البصرة وزاخو. نفط البصرة إما أن يكون أو أن يودع منافسات الدوري بالابتعاد، إذا خسر هذه المباراة ممكن أن يبتعد كثيرا عن الحسابات. وكذلك نادي ديالى الذي يريد أن يرتقي بسلم الترتيب
والابتعاد عن الحسابات عن مباراة البلاي اوف والبلاي اوت التي ستنطلق في نهاية الموسم. لا، هذا اذا ضمن المركز السادس عشر، المركز الخامس عشر، فاكيد يبتعد عن هذه الحسابات كلها. فالموسم الماضي وقع بهذه الامور نادي نفط البصرة عندما احتل المركز الثامن عشر ولعب مباراة البلاي اوف امام نادي القاسم وتغلب على نادي القاسم وضمن البقاء في دوري نجوم العراق. وكذلك نادي القاسم لعب مباراة البلاي اوت امام نادي البيشمركة، نعم، وتغلب على نادي البيشمركة وايضا ضمن البقاء في الدوري العراقي لدوري نجوم العراق. ويعود ويعاني مرة اخرى نفط البصرة في هذا الموسم، وكذلك والان يحتل المركز الثامن عشر بترتيب دوري نجوم العراق. الكرة بمنتصف الملعب، هدف لنفط البصرة، ممكن او يكون ويعطي الافضلية لنادي نفط البصرة بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. سيأتي هناك هدف ويعدل نتيجة المباراة. سلامة اللاعب اسماعيل اورو التوغولي بعد هذا التدخل من اللاعب احمد ابراهيم مع اللاعب اسماعيل صاحب الهدف الاول بالمباراة، واعلن عن 9 اهدافه بدوري نجوم العراق. هناك الصافرة والخطأ. سلامة اللاعب اسماعيل صاحب اول اهداف المباراة بهذا اللقاء من مباراة اليوم. نشاهد حبة اعادة من حسين فلاح، هذه بعد ان مضت، وهذه هي نعم التصويبة والاعادة للهدف الجميل. شاهد هنا من خارج قوس ال18 كانت صعبة او لن يتدارك الامر علي كاظم لو ابعد تلك الكرة وازال الخطر عن مرمى فريقه، لكن بتسديدة قوية وجميلة كانت من اسماعيل اورو اعلنت عن اول اهداف المباراة. احيانا عندما تفتقد التركيز تكلف فريقك هكذا امور. نعم، الحاجز الاخير لحماية الفريق هو الحارس، وعندما يخطئ الحارس نعم التكلفة تكون كبيرة على عاتق ومسؤولية كبيرة على الحارس عندما يخطئ. نعم، هذه عندما يخطئ المدافع ممكن ان تتعالج ويتصدى لها الحارس، لكن عندما يخطئ الحارس اما تكون في المرمى اما تبعد. لكن هذه المرة حاول علي كاظم ان يبعدها بكل طريقة، لكن قوة الكرة وبتسديدة صاروخية كانت من اللاعب اسماعيل اعلنت عن اول اهداف المباراة لنادي نفط البصرة من اللاعب اسماعيل اورو. هنا التقدم لنادي زاخو، تاتي العرضية على وتصويب، لا 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 لا، ضاعت الى خارج ارضية الملعب يا احمد ياسين. غادرت ارضية الملعب يا احمد ياسين بهذه الطريقة من يوسف رائد الى احمد ياسين، ولكن وين يا احمد ياسين؟ الى خارج ارضية ملعب المباراة. كرة غادرت ارضية ملعب المباراة. زاخو تغلب على نفط البصرة في مباراة الذهاب ب3 اهداف مقابل هدفين. يومها كذلك سجل لنادي زاخو اللاعب جوستافو هدفين، وامجد عطوان سجل هدف، وايضا ارستوتي زيكي واسماعيل اورما سجل هدف، وراية المساعد الدولي امير داود. الراية والتسلل حاضر باللقطة الماضية على اللاعب علي خليل، واحد من ابرز لاعبي نادي نفط البصرة، لعب لامانة بغداد والميناء والنفط والطلبة والسماوة، وعاد لنفط البصرة مرة اخرى بعد ان غادرت ارضية الملعب. ديبوتي يلعب بالوسط، هنا نقلة تعود مرة اخرى من اللاعب ديبوتي الى اللاعب إليو آدم. هذا هو اللاعب إليو ياو آدم النيجيري باللقطة الماضية، والابعاد كان حاضر. جانبية لمصلحة نفط البصرة حسين فلاح، نفذ هذه الكرة بمنتصف الملعب ونقلة طويلة للأمام باتجاه اللاعب إسماعيل عند اللاعب علي، تتخلص مرة أخرى من حسن داخل لعلي خليل. محاولة هناك الإبعاد، إليو بمنتصف الملعب ولا زالت مستمرة بهذا التقدم من محمد علي عبود. ملعوبة الكرة باتجاه اللاعب يوسف رائد، يحاول الآن
بل وتعود يا يوسف من باتريك. الكرة ما زالت مستمرة بهذا التقدم. هنا العبور، هنا المرور. محمد يا علي عبود. الكرة عند اللاعب ناصر محمدو، من ناصر محمدو اليمني، وهنا التدخل يأتي من جوزيف أبعته، ولا زالت هناك عند كان جنيفي من كان جنيفي التوغولي، والإبعاد يأتي مرة أخرى لدفاعات نفط البصرة. محاولة مستمرة بمنتصف الملعب، نقلة طويلة تتهيأ وقريبة عند اللاعب أحمد إبراهيم. إلى أحمد إبراهيم، كرة بمنتصف الملعب لمصلحة نادي زاخو لأبناء الخابور، لباتريك مارسيلينو. باتريك مارسيلينو، وتعود الكرة من علاء، تنفذ هناك بمنتصف الملعب، ونقلة تأتي مرة أخرى بعد هذا التراجع بالوسط من محمد. تستمر الكرة لناصر، وبنقلة تتخلص عند اللاعب ديبوتي، يحاولون إليو آدم، وهناك نقلة تأتي العرضية من يوسف رائد، والإبعاد تتخلص هناك توري جونيور أبعتها لتعود مرة أخرى وإلى خارج أرضية الملعب. وهناك راية حاضرة يا أحمد ياسين. اللقطة الماضية مرت بسلام وأمان على مرمى الحارس مجتبى محمد، وغادرت أرضية الملعب. شاهد بهذه الإعادة وبهذه اللقطة الجميلة من أحمد ياسين، مرت في جوار القائم الأيسر بهذه الطريقة وبنفس الطريقة التي نفذها في المرة الأولى أحمد ياسين. نعم، يفقد التركيز، وبأن يضع الكرة في شباك نادي نفط البصرة بهذه الطريقة للمرة الثانية، ولن ينجح بإيصال الكرة إلى شباك الحارس مجتبى محمد، لكن تصل مرة أخرى هنا بالوسط، ودوران لحسن داخل. حسن دخل أجواء المباراة بكل ما لديه، لعب مثل النجف والنفط وكذلك نفط الوسط، لكن يرتكب خطأ، وصافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ هنا بمنتصف الملعب. باتريك مارسيلينو يلعب بالوسط من باتريك، عدت هنا وللأمام ناصر ديبوتي، تنقطع الكرة هناك بمحاولة، يحاول اللاعب بأن يعدي ديبوتي لمر الكرة باتجاه اللاعب جوستافو، لكن يأتي من الخلف. هنا المحاولة من علاء رعد، انقطعت، وحسين فلاح يحاول التقدم من حسين فلاح، يلعبها بنقلة طويلة باتجاه اللاعب اسماعيل أورو. سهل الكرة عند الحارس علي كاظم من باتريك مارسيلينو لعلاء، من علاء رعد، تنفذ الكرة للاعب إليو ياو آدم. إليو بوسط الملعب، هناك نقلة انقطعت من يوسف مرة أخرى بمنتصف الملعب. هنا العبور، هنا التقدم، ولا زالت مستمرة عند اللاعب ديبوتي. يحاول ديبوتي بأن يمررها وإيصال الكرة هناك باتجاه اللاعب جوستافو هنريك، لكنها لا زالت مستمرة بوسط ملعب المباراة. وهنا الكرة عند اللاعب إيلياو آتم الوسط، شاهد اللمسة ولناصر محمدو. من ناصر محمدو تمريرة عادت هناك باتجاه اللاعب يوسف رائد، يلعبها ديبوتي، انقطعت الكرة من محمد، تراجع حسين عباس، وبنقلة من إسماعيل يحاول أن يخطف الكرة، لكن أحمد إبراهيم هو قريب، والكرة عادت لباتريك مارسيلينو. هذه من مارسيلينو وصلت للاعب إليو آتم، من آتم لجوستافو، تتهيأ لناصر محمدو بتصويبه، وأبعدت من توري جونيور، أبعدها العاجي، هذا من ساح العاج. ولا زالت كتيبة نادي زاخو تشن الهجمات على دفاعات نادي نفط البصرة، لكن هنا الإبعاد يأتي من اللاعب كان جنيفي مرة أخرى، أبعدت الكرة ولن تعود مرة ثانية. حسين فلاح بمنتصف الملعب، عدت من حسن داخل، هل يمرها هناك باتجاه اللاعب محمد قاسم خلف، نقلة من محمد قاسم، والمرور لا زال مستمر صادق بهذه الكرة بمنتصف الملعب. يلا عد هذا توري جونيور بتصويبه وإلى خارج أرضية الملعب. كرة مضت أم هو الخطير اسماعيل أورو من سدد باللقطة الماضية، اللاعب الخطير واللاعب اللي سجل الهدف الأول بالمباراة بتسديداته من هذه الأماكن التي تشكل خطر على مرمى الحارس علي كاظم.
تصل بمنتصف الملعب. أحمد إبراهيم بمنتصف الملعب مرة أخرى. هناك لمحمد علي عبود، من علي عبود يلعب محمد علي عبود. يوسف رائد ما بين أحمد ومحمد علي. من عبود عادت يا محمد علي عبود لأحمد إبراهيم. إبراهيم ينتظر من أحمد إبراهيم نقلة. هناك عند اللاعب ديبوتي يحاول بينما تنقطع من اللاعب توري جونيور وتصل من صادق زامل. تنقطع وتأتي هنا صافرة حكم المباراة. خطأ لمصلحة نادي نفط البصرة الواضح بالصورة. نعم بتلك النقلة جوزيف بعد هذا التدخل ما بين حسن داخل وديبوتي. خطأ كان على اللاعب ديبوتي باللقطة الماضية. شاهد هناك الخطأ وكذلك اللاعب صادق زامل كان قريب من اللاعب ديبوتي ليخطف الكرة، لكن صافرة حكم المباراة كانت حاضرة والخطأ لمصلحة نفط البصرة. هذا هو أمجد عطوان أبرز الغائبين عن تشكيلة المدرب عبد الغني شهد لمباراة اليوم. وصلت الكرة بمنتصف ملعب المباراة ولا زالت مستمرة بهذا التقدم. عدت من حسين فلاح نقلة مرة أخرى. هنا تبادل الكرة ما بين حسين فلاح وهناك افتكاك للكرة وخطأ على اللاعب اسماعيل أورو. تلقى البطاقة الصفراء. اسماعيل يتلقى البطاقة الصفراء المهاجم لنادي نفط البصرة. نعم واحد من اللاعبين المميزين وافتتح التسجيل لفريقه يسعى من أجل التقدم بهدف ثاني، لكن ارتكب خطأ وكانت صافرة حكم المباراة حاضرة من الدولي زيد ثامر وإعطاء البطاقة الصفراء بعد هذا التدخل بينما بين اللاعب محمد علي عبود. باللقطة الماضية بهذا الدخول المباشر على قدم اللاعب محمد علي عبود والبطاقة الصفراء كانت حاضرة على المهاجم. هذه عدت هنا بنقلة من أحمد ياسين. محاولة المرور من أحمد ياسين. ماذا هناك؟ صافرة حكم المباراة. نعم تعلن عن ركلة جزاء. احتساب ركلة جزاء الآن بهذه اللحظات. ماذا هناك؟ يستغربون لاعبين نفط البصرة وجماهير نادي زاخو كأنهم بدأوا بهذا الاحتفال وينتظرون القرار. هل يعود للفار ليتأكد أم زيد ثامر هو كان الأقرب للحالة الماضية لتلك اللقطة؟ إياها مخرج خلي نشوفها بنعاته بهذه الحالة وبهذه الطريقة. هل كان فيها هناك شكوك؟ هل فيها تمثيل من اللاعب أحمد ياسين؟ هل كان الخطأ بالفعل على اللاعب صادق زامل باللقطة الماضية؟ حتى الآن سقوط اللاعب أم هو إعاق هجمة أو كان إحذار واضح من اللاعب بهذا التدخل من اللاعب صادق زامل مع اللاعب أحمد ياسين. وكانت هناك المطالبة. نعم وحكم المباراة أطلق صافرته واحتسب قرار ركلة جزاء. هل يعود ليتأكد أم هناك كلام سيكون من غرفة الفار من الحكم أمجد كامل والأيفار حامد علي؟ ننتظر أحبتي، نترقب القرار عند حكم المباراة ويطلب من لاعبي نفط البصرة أن يتراجعوا. الكابتن حسين فلاح هو من يحدث حكم المباراة. يذهب نعم ليتأكد من القرار. خلاص تبقى هذه الأمور عند حكم المباراة ليتناقش مع حكام الفيديو. هناك الفيديو في غرفة الفار بهكذا حالات. نعم ممكن أن تحسم الأمور عندما يستدعي حكم الفار. يقول له هناك نعم وجود ركلة جزاء أو عدم ركلة جزاء، أو ممكن أن تكون شرعية أو غير شرعية، لكن الكلام هو اعتمد عليها ليتأكد من الحالة عندما تتم المراجعة لأكثر من مرة حتى تحسم الأمور في حال إذا كانت جزاء أو ليست جزاء. بوسيبول بلنتي هذا ما يتدخل به قرار الفار، أو كذلك في الحالات إذا كانت هدف أو ليست هدف، تشيكن جولج والطرد المباشر، وكذلك بوسيبول ريد كارت. هذه الأمور يتدخل فيها وتحديد الهوية الخاطئة
في بروتوكول الفار دائما يتدخل بهكذا حالات، لكن الدولي لا زال زيد ثامر يتحدث مع حكام الفار الكابتن أمجد كامل والكابتن حامد علي من أجل العودة، من أجل تأكيد القرار واحتساب ركلة جزاء أم إلغاء ركلة الجزاء التي احتسبت من حكم المباراة. تبقى كل هذه الأمور هي عند حكم المباراة. هو أعطى حكم الفار بأن هناك شكوك في ركلة الجزاء التي أعلنت عنها. نعم، قرار حكم المباراة مستمر، وأكد بعد العودة للفار ليعلن عن احتساب ركلة الجزاء لمصلحة نادي زاخو. إذن تأكيد الركلة أو بهذا التدخل ذهب وتأكد بنفسه بعد أن استدعى حكم الفار ويؤكد شرعية ركلة الجزاء لمصلحة نادي زاخو. بهذا الخطأ من اللاعب صادق زامل واحتساب ركلة الجزاء لمصلحة نادي زاخو. إذا نتابع أحبتي، نشاهد ركلة جزاء تحتسب لمصلحة نادي زاخو للاعب أحمد ياسين، ومن على التنفيذ اللاعب ناصر محمدو هو على التنفيذ. هذا عنده 6 أهداف مع نادي زاخو هذا الموسم. هو سجل في شباك أربيل وديالة والكهرباء والحدود. إذن هو يتقدم. ناصر محمدو ابن صنعاء ابن اليمن ابن حضرموت يتقدم الآن. ناصر محمدو، هل يكون الناصر؟ الله يا ناصر، الله 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 يا ناصر محمدو يسجل هدف التعادل لنادي زاخو. نعم، هنا بهدف التعادل لأبناء الخابور من اللاعب ناصر محمدو يعلن عن هدف التعادل من علامة الجزاء ويسجل هدفه السابع هذا الموسم. ناصر محمدو وضع الكرة في زاوية والحارس في الزاوية الأخرى. نعم يا ناصر يا كاسر، يسجل هدف التعادل لنادي زاخو. عادت بالتعادل للمباراة. نعم، 1 لزاخو 1 لنادي نفط البصرة. الضيوف بدأوها واصحاب الارض اعادوها من جديد. ناصر محمدو يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء. 1 نفط البصرة 1 لزاخو. نتابع، لا زالت فيها الكثير من المفاجآت التي ستحدث بمباراة اليوم. ايضا الامور لن تنتهي بعد. 1 لنادي نفط البصرة 1 لنادي زاخو حتى هذه اللحظات. التقدم لابد ان يكون في هذه المباراة. هل يعود ابناء البصرة للبصرة الفيحاء ب3 نقاط؟ عم يتقاسمون نقاط هذه المباراة. نشاهد من خلال الكرات الثابتة للركنية قاسم يتراجع والى خارج ارضية الملعب. يا صادق، ضاعت الكرة الى خارج ارضية الملعب. علاء رعد تدخل وابعد الكرة الماضية الى خارج ارضية الملعب. حسن داخل على التنفيذ. ثابتة الركنية الآن لمصلحة نادي نفط البصرة. حسن داخل، هل يدخلها شباك زاخو؟ من حسن داخل تنفذ الكرة والآن بالراس إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. سقوط اللاعب إسماعيل أورو وكذلك اللاعب جوزيف من اللقطة الماضية. شاهد بعد هذه الرأسية التي مضت وغادرت أرضية الملعب. رأسية اللاعب إسماعيل أورو والاشتراك باللقطة الماضية كانوا يطالبون حكم المباراة، لكن الكرة وصلت أحبتي للحارس مجتبى محمد. لازلنا نتابع، لازلنا نشاهد. نعم أعزائي، التعادل مستمر ما بين نادي زاخو صاحب الأرض والجمهور ونفط البصرة الفريق الذي حل ضيفا من أجل التقدم بهذه المباراة وكسب النقاط ال3، لكن الأمور لا زالت مستمرة وربما
الأمور كذلك كما يقال ستسير بما لا تشتهي السفن، لكن اليوم المباراة تسير بما لا تشتهي بهذا الأداء، تسير بما تشتهي الأهداف وتعانق الشباك الكرات التي تصل من المهاجمين. وعدت الآن عند اللاعب حسين فلاح، تأتي العرضية، هنا الراسية، هنا الإبعاد، هنا الإبعاد، ولا زالت قائمة. محمد قاسم خلف، محمد قاسم خلف يحاول هناك بنقله إلى خارج أرضية الملعب. هذا محمد قاسم خلف، ولدينا كذلك محمد قاسم لاعب النجف، بالأمس سجل هدف التعادل في شباك تهوك، ومحمد قاسم الصيف لاعب القوة الجوية المصاب كذلك نتمنى له الشفاء العاجل. هذه بعد أن وصلت 3 أسماء بهذا الاسم، محمد قاسم صيف ومحمد قاسم خلف. محمد قاسم زين، هذه الكرة بعد أن وصلت الآن. بالأمس انطلقت هذه الجولة ما بين نفط ميسان الذي تغلب على ضيف نادي الميناء بهدفين دون رد، والقرمة تغلب على نادي كربلاء كذلك بهدفين دون رد. تهوك تعادل أمام النجف بهدف لمثله. واليوم بهذا التوقيت كما ذكرنا انطلقت مباراتين زاخو ونفط البصرة هنا بملعب زاخو ديالى، والكرك كذلك بعد هذه المباراة ستنطلق مباراة الكهرباء بمواجهة الحدود، وأربيل بمواجهة نوروز في ديربي شمال العراق، في ديربي أقليم كردستان، في واحدة من أجمل المباريات. يوم غد ستنطلق كذلك 3 مباريات. الزوراء يواجه نادي القاسم، والشرطة يواجه نادي النفط. الطلبة بمواجهة القوة الجوية كذلك في ديربي العاصمة. نشاهد ونتابع أحبتي، كل شيء يمضي ويدهم مجريات الشوط الأول. التعادل قائم ما بين الفريقين، 1 لنادي زاخو 1 لنفط البصرة. ابتدؤوها أبناء البصرة وسجلوا هدف أول عن طريق اللاعب إسماعيل أورو، لكن عاد نادي زاخو وسجل عن طريق اللاعب ناصر محمد من علامة الجزاء بعد أن وصلت الكرة، قطعت من علاء، رعت ديبوتي بمنتصف الملعب. عدت يا ديبوتي يحاول التقدم بهذه الكرة، ونقلة تأتي عند اللاعب أحمد ياسين وإلى خارج أرضية ملعب. لا لن تغادر، بل مضت الكرة عند اللاعب جوزيف عدى، جوزيف ماشي، جوزيف مر، وهناك خطأ يتحصل على خطأ اللاعب جوزيف، وعلى ما يبدو فيها بطاقة صفراء على اللاعب أحمد ياسين، أم على من؟ نشاهد على اللاعب أحمد ياسين باللقطة الماضية. حكم المباراة يريد أن يهدئ الأمور، لكن جوزيف اعترض. ماذا هناك؟ لا يا جوزيف، لا توتر الأجواء. ونقاش كذلك مشادة كلامية ما بين جوزيف ومحمد علي عبود. شاهدنا البطاقة الصفراء، واحدة على اللاعب أحمد ياسين وأخرى كانت على اللاعب جوزيف باللقطة الماضية. هذه اللقطة التي استحقت البطاقة الصفراء، وحكم المباراة جوزيف كان في اللقطة الأولى يطالب الحكم بأن يعطي بطاقة صفراء، وحكم المباراة كان خلفه مباشرة وأعطى البطاقة الصفراء يا جوزيف. لكن الكلام نعم، هذا توري جونيور هو من تلقى البطاقة الصفراء. نشاهد أحبتي، نتابع، وكذلك اللاعب إليو ياو آدم. بعد هذا التدخل كانت البطاقة على اللاعب توري جونيور وأيضا على اللاعب أحمد ياسين. البطاقات الملونة ممكن أن تعيق المباراة يا شباب. نخشى من البطاقة الحمراء، وهذه البطاقة الصفراء الرابعة حتى الآن، فلا نريد أن نتابع المزيد من البطاقات الملونة. علي خليل غادر. نشاهد بهذه اللحظات كان جنيفي بعد هذا التدخل ما بين اللاعب علاء رعد وعلي خليل. شاهد بهذه اللقطة تدخل اللاعب علاء رعد مع اللاعب علي خليل. اشتدت الأمور والكلام لا زال مستمر، والمباراة حتى هذه اللحظات
أحبتي متوقفة، وكذلك اللاعب يوسف رائد، والكلام ما بين يوسف وجوزيف. هذا هو جوزيف النيجيري، والكلام ما بين، والخطأ الآن لمن ننتظر بالقرار لحكم المباراة علي خليل بعد ما غادر أرضية الملعب هنا بهذا المكان لمصلحة نادي نفط البصرة. هل ينجح نفط البصرة ويوثق ثاني أهداف المباراة؟ كذلك على ما يبدو بطاقة صفراء تشهر الآن. نعم، بطاقة صفراء من الدولي زيد ثامر. كثرة البطاقات هذه تعيق سير المباراة. نتابع الآن بهذا المكان الخطير لمصلحة نفط البصرة من على التنفيذ، اسماعيل أم جوزيف؟ تترك لمن بهذه اللحظات؟ من يجيد التسديدات من الأماكن البعيدة والمختص؟ جوزيف أم يتركونها للاعب اسماعيل؟ عندك هناك اللاعب حسين فلاح أيضا هو يشارك بهذه اللحظات بتنفيذ هذه الكرة الثابتة. فالدقائق تمضي والوقت يداهم ما تبقي من أحداث الشوط الأول، وعلي كاظم يرتب جدار الصد. نعم، الحائط البشري بأن يبعدوا هذه الكرة الثابتة بركلة حرة مباشرة. حسين فلاح يتكلم مع المدرب الكابتن سعد حافظ، وجوزيف هو مصر على التنفيذ. كأن هذا اللاعب يريد أن يبعث رسالة من ملعب زاخو. مصر على التنفيذ بهذه الكرة الثابتة. نشاهد جوزيف يلعبها بهذه الطريقة. نعم، هذه رسالة أخلاقية من اللاعب جوزيف. بعد أن كثرت الأمور واشتدت الأمور لعبها بطريقة مهذبة، أعطى الكرة للفريق المنافس بعد أن تلقى من خلالها بطاقة صفراء. أراد أن يرسل لنا هذه الرسالة ويقول بأن كرة القدم هي تهذيبا للنفوس قبل أن تكون إحرازا للكؤوس. هذا ما تعلمناه من كرة القدم، هذا ما تعلمناه بأن الشغف عندما تشتد الأمور لابد أن تهدأ، لابد أن تترك الأمور أن لا تتوتر الأعصاب، وحتى وأن توترت الأعصاب في طرف ما لابد أن تسيطر على أعصابك وتتذكر بأنها كرة قدم، بأنها مباراة تجمع ولا تفرق، بأنها متنفس أصبحت للشعوب. بعد تلك الصافرة وذلك الخطأ كانت تلك الكرة من الممكن أن تنفذ بطريقة مباشرة نحو المرمى أو تلعب بتسديدة، لكن هو لعبها بطريقة للحارس. نعم، شيء جميل من اللاعب جوزيف، ولكن هنا التقدم تعود مرة أخرى. شاهد من ديبوتي، وصلت بمنتصف الملعب وعادت الكرة لمحمد علي عبود. المرور يا عبود لأحمد ياسين، من ياسين، والكرة تعود من اللاعب كان جنيفي يلعب الآن، والكرة تصل التوري جونيور. ضاعت يا اسماعيل، ضاعت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. إياو آدم بعد التدخل بالكرة الماضية شاهد. هذا هو التدخل ما بين اللاعب إليو آدم وجوزيف باللقطة الماضية التي غادرت أرضية الملعب. حتى هذه اللحظات هنا توجيهات للكابتن سعد حافظ والكابتن عبد الغني شهد في آخر محطة تدريبية كانت في دوري نجوم العراق للكابتن سعد حافظ، هي أيضا مع نادي النجف. إذا المدربين أشرفا على تدريب نادي النجف، الكابتن عبد الغني شهد والكابتن سعد حافظ، لكن اليوم سعد حافظ مع نفط البصرة وعبد الغني شهد مع نادي زاخو بوسط الملعب. هناك نقلة والإبعاد تتخلص، تعود مرة أخرى، وهناك مبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حسين عباس أبعدها، لعب للنفط ونوروز، خلص الكرة بمنتصف الملعب، تعود مرة أخرى لأحمد إبراهيم، من باتريك إلى علاء رعد، من علاء رعد لناصر محمدو، يتراجع ناصر محمدو والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة.
لحظات تمضي. نلعب بالدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول. تنفذ الجانبية بالراس من حسين. مبعث الكرة مرة أخرى بهذا الأسلوب. اعتادت أكثر الكرات أن تبعد بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب. كان الإبعاد من حسن داخل، وعلى التنفيذ للتماس الجانبية من علاء رعد. علاء رعد تنفذ من علاء رعد، وهنا المرور لباتريك مارسيلينو. أعاد الكرة باتريك من أحمد إبراهيم. هناك ديبوتي وإلى خارج أرضية الملعب. ضاعت الكرة وغادرت أرضية الملعب. حتى هذه اللحظات لا زالت الأمور مستمرة. نعم أحبتي كما تشاهدون، ولا زالت المباراة بهذا التعادل ما بين الفريقين بعد أن مضت تلك الكرة وبعد أن وصلت. هذا وناصر محمدو ينتظرون الآن تصل الكرة لي ديبوتي أم لأحمد ياسين. كرة بالراس عدت هناك بعد تلك الرأسية التي مضت ولا زالت مستمرة لتعود من حسن لصادق غلافة. سين فلاح. حسن داخل لعلي خليل. انقطعت، وصلت من اللاعب محمد علي عبود. من علي عبود وتعود هناك نقلة طويلة من اللاعب إليو ياو آدم بالكرة الماضية، وهناك مستمرة من رائد يوسف رائد. أعاد الكرة بمنتصف الملعب يا يوسف رائد من إليو آدم من أحمد إبراهيم لعلى رعد. على رعد بهذا التقدم يا علاء. ديبوتي بمنتصف الملعب، انقطعت من حسين فلاح. نقلة من حسين لصادق، وهناك خطأ لحسين عباس على ما يبدو. لذلك التدخل والخطأ كان على اللاعب إليو آدم، وبهذا التدخل أيضا ديبوتي وحسن داخل باللقطة الماضية كان هناك خطأ بعد هذا التدخل ما بين اللاعب ديبوتي وحسن داخل. التعادل مستمر حبتي بهدف لمثل، واحد لنادي نفط البصرة، واحد لنادي زاخو سجل من علامة الجزاء. تترك الكرة الآن للاعب توري جونيور. من توري جونيور لجوزيف يلعبها. جوزيف وبمنتصف الملعب. نقلة لتعود عند جوزيف مرة أخرى. جوزيف البحث عن زميل. أعاد الكرة من حسن وتستمر هنا براس من حسين فلاح. التقدم ما بين حسين والكرة عادت عند اللاعب إيلياو. يحاول من إيلياو بهذه الكرة آدم. يلا يا إيلياو آدم بهذه الكرة لناصر محمدو. التقدم من جوزيف وصافرة حكم المباراة وخطأ باللقطة الماضية ب3 دقائق وقت إضافي تسب من حكم المباراة. وناصر محمدو صاحب هدف التعادل من علامة الجزاء. لا زلنا نشاهد حتى هذه اللحظات وكل شيء يمضي ويداهم مجريات أحداث الشوط الأول من عمر المباراة، والتعادل قائم ما بين الفريقين. ما بين الفريق الذي حل ضيفا نادي نفط البصرة هي مباراة الإياب نعم من دوري نجوم العراق ولحساب الجولة 35 من منافسات دورينا. وصلت الكرة بهذا التقدم. هنا تأتي العرضية وإلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضاعت يا حسن داخل وغادرت أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب من علي كاظم لأحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم. هنا التقدم بهذه الكرة من إبراهيم يلعبها ليوسف رائد. يوسف تنفذ عند اللاعب يوسف رائد بهذه الكرة وتعود مرة أخرى. شاهد بهذا التقدم. هي تلعب الآن وتأتي بعرضية بعيدة. حتى هذه اللحظات شاهدنا ظهور اللاعب ناصر محمدو وكذلك يوسف وأيضا أحمد ياسين ديبوتي اليوم، ولكن لن يظهر بمستواه المعهود اللاعب جوستافو هنريك. نعم في المقدمة استلم كرتين، لكن لن تكن بتلك الكرات التي تشكل خطرا على دفاعات نادي نفط البصرة، لكون هناك ملاصقة فردية مع اللاعب جوستافو من المدافع كان جينيفي. شاهد هو داخل بوكس 18
والملاصقة الفردية هناك باللقطة التي كانت واضحة. صافرة حكم المباراة الدولي زيد الثامر يكلم اللاعب ناصر محمدو صاحب هدف التعادل. لا نريد أن تتوتر الأمور حتى لا نرى البطاقات الملونة بعد هذا الاشتراك بهذه الكرة ما بين اللاعب صادق زامل وناصر محمدو الذي حاول وعد بهذه الكرة، مر بهذه الطريقة وكانت البطاقة الصفراء بحق اللاعب ناصر محمدو. البطاقة الصفراء كانت حاضرة وتأتي كذلك صافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل بهدف مقابل هدف اللاعب اسماعيل أورو لنادي نفط البصرة، وهدف التعادل جاء عن طريق اللاعب كذلك ناصر محمدو. عودة بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين لنكمل معكم أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. علي خليل يقطع الكرة. علي صعبة على علي، صعبة على علي، لكن ببراعة مار 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 مار. برافو علي، خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول. محمود أحمد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 25 من عمر المباراة. محمود أحمد بعد كرة اجتازه، كنت أظن أن لا يجتازه ولا يستثمرها. علي خليل اللي يتوغل ويهيئ كرة على طبق من ذهب إلى محمود أحمد اللي يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم بعد أن سجل في شباك القاسم، يسجل اليوم في شباك نوروز. كرة جميلة يتوغل من خلالها علي خليل. علي خليل ببراعة هيئ كرة حلوة على اللاعب. شوف 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 اجتاز اثنين من اللاعبين، مر علي خليل هيئها إلى محمود. محمود لعبها على العمود البعيد وسجل أول أهداف المباراة. شوف 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 اسيست رائع 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 من علي خليل. علي خليل لمحمود أحمد، ومحمود أحمد على العمود البعيد يحرز أول أهداف المباراة لمصلحة نادي نفط البصرة بالدقيقة 25 من المباراة، ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك القاسم. شوف كرة ومرت بخطأ دفاعي قاتل من مدافعي نادي نوروز. كرة اللعب بالراس خطيرة يخلصها حسام، ومرة أخرى بعد خطرة. جول 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 جول. أسو 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 لعب كرة، وعلي صالح يسجل هدف التعادل بالدقيقة 29 من عمر المباراة. علي صالح يسجل بالدقيقة 29 من عمر المباراة هدف التعادل لفريق نوروز. علي صالح بالدقيقة 29 يسجل هدف الثاني بعد أن سجل في شباك الحدود. كرة من كرة عرضية، شوفها 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 شوف الكرة من كرة ثابتة بالرأس ارتدت من حسام. كرة عرضية علي صالح الخالي من الرقابة، شوف من بين المدافعين بشكل مستريح وعلى بعد ياردة واحدة يضع الكرة في شباك حسام مهدي ويسجل هدف التعادل. شوف الكرة ارتدت، أسو هيها، كاتوج لعبها، وعلي صالح استقبلها إلى داخل الشباك، وهدف التعادل لفريق نوروز بعد أقل من 6 دقائق يعادل نوروز النتيجة. 1-1 الآن، 1-1. مرت على يسار حسين فلاح، شوف
شوف علي صالح الخالي من الرقابة يلعب الكرة بسهولة من داخل منطقة الست ياردات. تمركز سليم للاعب علي صالح يدرك من خلال التعادل. عائد إلى مناف. يونس سجاد يحاول التقدم. سجاد داخل منطقة الجزاء خطيرة. ممكن الآن أحمد يحيى يحاول أن يسدد والمحاولة وهدف الشرطة. جول صمد ديالا كثيرا وجاء الهدف أخيرا. صمد ديالا كثيرا وجاء الهدف أخيرا. يتكرر سيناريو مباراة الزوراء مع الشرطة هذه المرة ديالا، وهدف لمهند علي. أخيرا مهند علي يسجل في مرمى ديالا. هدف للقيثارة الخضراء وفرحة جماهير الشرطة. هدف الآن بعدما صمد ديالا 92 دقيقة أمام محاولات فريق الشرطة وهجوم الشرطة، لكن مهند أخيرا الهداف لفريق الشرطة يسجل هدف في مرمى ديالا ويضع الثلاث نقاط لغاية الآن مع الشرطة. مهند علي ميمي هدف السادس والعشرين خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة أحمد يحيى وإنقاذ من صديق جمال، لكن في غاية الجمال يسجل مهند علي لفريق الشرطة هدف الانتصار في هذه اللحظات. مهند علي يتابع كرة أحمد يحيى المبعدة من صديق جمال، يكملها في المرمى ويسجل أول أهداف الشرطة في هذا اللقاء. ديالا والصمود أمام محاولات الشرطة، لكن أخيرا مهند علي يسجل ويفرح جماهير الشرطة ويتوجه لجماهير الشرطة ليعلن عن الأفراح على المدرجات لجماهير الشرطة في هذه المباراة. إذا مهند علي ذهابا وإيابا يسجل في مرمى ديالا ورابع أهدافه خلال هذا الموسم في مرمى ديالا. عن الخطورة ومصدرها، هو مصدر الخطورة. هنا التمريرة الجميلة، يحاول يونس. جول يونس حمود يكسر الجمود. دقيقة يونس حمود بعد وقت طويل من الانتظار، بعد وقت طويل من الصبر، يسجل هدف للنجف. يونس حمود وتصويبه خدع فيها أمجد رحيم، قاتل على الكرة، حاول مع الكرة وباستماتة دفاعية بالرغم من خضر علي الذي كان ملتصقا بيونس حمود، إلا أن يونس حمود أصر على التسجيل، أصر على فك النحس، أصر على الإفطار. هل يخلص المباراة مندي والكرة الخطيرة، تصويبه، جول. المدفع السنغالي خلاص يقضي على آمال البرتقالي ويسجل هدف ثاني من دومينيك مندي. استلم الكرة من المنتصف، مر وتقدم وصوب، وأمجد رحيم لم ينجح بتصدي لهذه الكرة، لم ينجح بالتعامل الصحيح مع هذه الكرة. خطأ قاتل من أمجد رحيم يقتل فيها الكهرباء بعد تصويبة قوية من مندي، ومندي يضع النجف، يضع الغزلان بانتصار طال انتظاره من جماهير غزلان البادية. وشاهد الفرحة أحمد عبد الحسين وبنقله من المدافع جيفرسون باهية يلعبها، هذا التقدم، هذا الجول، الله يا منتظر عبد الأمير يسجل أول أهداف المباراة هنا بملعب الساحر. تحلق صقور الغربية بأول أهداف المباراة. هتافات الصقور الغربية، حلقت الصقور بهذا التقدم بخطأ نعم ارتكبه الحارس، كان متقدما مهدي هاشم. لا يا مهدي لا، بهذا التقدم كلفت فريقك هدف يا مهدي هاشم. وغلطة الشاطر ملف، وهنا غلطة الحارس تكلف هدف. جميلة لكيسيندا،
يبحث كيسيندا العرضية العالية، هدف أول. الله الله الله، السفانة وأول الأهداف سفانة الجنوب. نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد سفانة الجنوب، وبإمضاء من وبرأسية من؟ سالم أحمد اللي هدد بالبداية، والآن يؤكد تقدم الميناء برأسية جميلة مثالية باغتت حارس المرمى عبد العزيز عمار. 9 وسجل بالدقيقة 9 أيضا. هذه فرصة، هذه خطيرة للميناء. الله، جول للسفانة، هدف ثاني للسفانة. حميد علي هو بالدقيقة 40. شوف تبادل التمريرات، شوف علاء عبد الزهرة اللي قدم تمريرة ذكية على طبق من ذهب، والفينشنج اللي كان موجود، الانهاء رغم انها اصطدت بالحارس عبد العزيز عمار، لكن الكرة كانت مباغتة من بين الأقدام، وبذلك حميد علي يسجل ثاني أهداف الميناء. دخول ممتاز، كرة مباغتة صعبة على الحارس، شوف يحتفل. هنا كرة لكربلاء، هذه فرصة للعميد، هذا مرور جميل، هذا تسديده، وهذا هدف أول. الله، جول جول جول، وعن طريق الهداف. عفوا بالإعادة، هي بدأت من مشتاق طالب وتمريرة عن طريق أوس محمد والدخول والتصدي، لكن عبودي كما يحلو أن يسمونه، عبودي عبد القادر طارق يسجل هدف تقليص النتيجة. بهذه الأثناء تمكن من التصدي للأولى عبد سليم حماد، لكن بالثانية كانت صعبة، وبذلك عبد القادر طارق يسجل هدف أول لكربلاء. فريق مر بظروف وضغوط وتغيير على مستوى المدربين، بدأوا بالقطري السيد وسام رزق، بعد ذلك الأمر تغير بانتداب السيد لؤي صلاح بن النادي السابق، ومن ثم علي عبد الجبار. الله، السهرات الجميلة تبدأ بالحلوى، والحلوى من العماني. تبدأ مباراة اليوم، تبدأ قمة اليوم من أجل كلمة الصقور، من أجل كلمة العريق، تأتي عن طريق من؟ عن طريق الصبحي ولا فوزي؟ من وضعها في الشباك؟ من أسكنها مرمى صالح؟ من سجل الهدف الأول؟ حوار وتوجيهات، مبادرة وهدف وانطلاقة كبيرة تأتي الآن. يبادرون مبكرا، والمخرج لا زال عينه على فوزي في الكرة الأخيرة. لاحظ هنا الذي سجل هو الصبحي وليس عصام. الكرة عالية ورأسية عصام، الصبحي من سجل وليس فوزي. والبداية من العماني، الرأسية من العماني، عرضية إيسايا من نسر نيجيريا إلى ابن السلطنة، إلى من يبدأها بحلوة عمان. يأتي اليوم ويسجل هدف التقدم للقوة الجوية. ولا في وسط الملعب، تلعب باتجاه ويليام جيبور، يبحث عن زميل، يبحث عن من يصل. ويليام جيبور الليبيري. الله، هدف ثاني، هدف تأكيد الانتصار. ويليام جيبور وإن غاب لكن الحضور كبير، وإن لم يسجل لكنه لا يسجل إلا أهداف خارقة للعادة. هدف رائع جدا من ويليام جيبور من صقر العقاب، يسجل اليوم من أجل أن يعود فريق القوة الجوية، من أجل عودة الصقور. جيبور يقول كلمة أيضا، جيبور يسجل أول أهداف مع الصقور. هنا ويليام مر، هنا ويليام وصل، راح ومصطفى رعد هنا راح مع هبوب الرياح. لاحظ هنا الكرة الأخيرة وصلت عالية باتجاه ويليام جيبور، لوحده مر، سدد كرة في أقصى الزاوية. ما بال القائم، ساعد القوة الجوية في هدفين. كرة قوية جميلة من القائم الأيسر إلى المرمى، وصلت إلى هدف ثاني، وصلت إلى التأكيد. هنا الهدف، هنا الرائع والجميل والاحتفال الرهيب بالخبرة. سعد الآن يقف من أجل الثالث للصقور، سعد يتقدم على كرة الجول. الله،
على سكة الموت، يسير الصقر ولا يبالي، تسير القوة ولا تبالي. من قال إن القوة الجوية ضاع، من قال إن القوة الجوية يمر بأيام صعبة، هي عودة الصقور، قد عادت القافلة، قد حلقوا مرة أخرى بالتاريخ والماضي والحاضر. وإن عصفت بهم الرياح فالرياح جزء من هوية هذا النادي. سعد بن علي عبد سعد ينفذ على طريقة الكبار، وفريق التاريخ يعود بثلاثي الآن على استاد التاريخ ويواري قبر سيد التاريخ. اهلا ومرحبا بكم من جديد احبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي. بعد ان تركنا الشوط الاول ينتهي بالتعادل بهدف لمثل، اتينا لمجريات الشوط الثاني وتنطلق صافره حكم المباراه لمجريات الشوط الثاني من هذه المباراه. نادي نفط البصره الذي يسعى من اجل ان يتقدم بثاني اهداف المباراه، ونادي زاخو كذلك صاحب الارض والجمهور الذي يريد من خلال مباراه اليوم ان يصالح جماهيره وكذلك يخطف نقاط هذه المباراة لكونه يلعب بأرضه وأمام جماهيره من خلال هذا اللقاء. نتابع ونشاهد أحداث المباراة أحبتي. نعم، بعد أن مضت تلك الكرة وبعد أن غادرت أرضية الملعب لازلنا نتابع ونشاهد فما هي الخطة التي رسمها المدرب عبد الغني شاهد لمجريات الشوط الثاني من هذه المباراة. هنا التقدم، هنا العبور مرة أخرى، ممكن أن يكون الثاني. لا لا لا, ضاعت كرة الهدف الثاني، وهناك الراية والتسلل، الراية والتسلل باللقطة الماضية بعد أن غادرت أرضية الملعب. هذه إعادة شاهد، وكان هناك راية بالفعل والتسلل على اللاعب علي خليل بهذه اللقطة. الكرة التي غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم، شاهدنا بتلك اللقطة التي مضت وكانت الراية والتسلل حاضر باللقطة الماضية. عدت الآن إلى خارج أرضية الملعب. هذا حسين فلاح، مجتبى محمد على التنفيذ، يطلب من زملائه الانضمام والتقدم. تنفذ الآن من مجتبى محمد، طويلة هذه الكرة بهذا
التقدم براسية بعد أن مضت عدت، والكرة بهذا التقدم بمنتصف الملعب تعود هناك نقلة من إسماعيل ومحاولة العبور، التقدم جوزيف تلعب هناك، تأتي صافرة حكم المباراة وخطأ، بطاقة صفراء على اللاعب باتريك مارسيلينو. سلامة اللاعب، وهنا الخطأ، بعد ذلك التدخل باللقطة الماضية. سلامة، وبعد هذا التدخل ما بين اللاعب علي خليل واللاعب باتريك مارسيلينو. شاهد ونتابع. فبماذا تكلم الكابتن عبد الغني شهد، وبماذا تكلم الكابتن سعد حافظ بتلك الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. سلامة للاعب علي خليل. علي خليل واحد من اللاعبين المميزين، وهل سيغادر أرضية الملعب أم يكمل ما تبقي من أحداث المباراة؟ سلامة أيضا بعد هذا التدخل، وهذا جوستافو اللاعب الذي لن يظهر بمستواه المحمود كما كانت تتمنى منه جماهير نادي زاخو الكثير والمزيد أن يقدم من خلال مباراة اليوم، لكن هنا الخطأ وصافرة حكم المباراة. هذا صادق زامل. تنفذ الآن هذه كرة الثابتة لمصلحة نادي نفط البصرة. حسن داخل هو على التنفيذ، حسن على التنفيذ، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. أبعدت تلك الكرة وغادرت أرضية الملعب. نظرات المدرب عبد الغني شهد بعد أن غادرت أرضية الملعب. وهنا من على التنفيذ البديل اياد عبد فرحان. تنفذ الكرة وهنا تأتي العرضية، هنا الرأسية وإلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. نعم غادرت أرضية الملعب، ولا زلنا نتابع أحبتي، نشاهد يا علي كاظم. فهل يأتي هدف ثاني بهذه المباراة أم يستمر هذا الأداء بالتعادل ما بين الفريقين؟ بعد أن وصلت الآن وبمنتصف الملعب زاخو بهذا التقدم، والابعاد يأتي من اللاعب كام جينيفي. أماتشو لأياد عبد فرحان، أياد عبد فرحان. الكرة وصلت، وهنا تأتي صافرة حكم المباراة. خطأ كان على اللاعب محمد علي عبود. بعد هذا التدخل باللقطة الماضية، ولا زالت الأمور مستمرة حتى هذه اللحظات أحبتي بالتعادل ما بين نادي زاخو وضيف نادي نفط البصرة. تنفذ الكرة هنا طويلة من اللاعب توري جونيور، والإبعاد يأتي تتخلص هناك عند الحارس علي كاظم. هذه بعد أن وصلت هنا للأمام، مضت، وبهذا التقدم زاخو يبحث عن هدف ثاني من أجل تعزيز نتيجة المباراة، ونفط البصرة الذي يسعى من أجل التقدم كذلك بهذه المباراة ليكسب نقاط هذا اللقاء. نشاهد أحبتي ونتابع بأن تكون الأهداف حاضرة أو نقاط هذه المباراة من خلال هذا اللقاء بعد أن وصلت تلك الكرة وبعد أن عدت. لا زالت الأمور مستمرة بالتعادل ما بين الفريقين، وهي تصل الآن مجددا الكرة عند اللاعب ديبوتي. يلعب
من ديبوتي. هذه بعد أن مضت مباراة الذهاب ذكرنا في الشوط الأول انتهت ب3 أهداف مقابل هدفين، بينما هنا مباراة الإياب أحبتي لا زالت مستمرة بالتعادل ما بين الفريقين. وصلت الكرة وللأمام، هي تعود بنقلة عند اللاعب ناصر محمد دوس صاحب هدف التعادل، والخطأ يأتي بصافرة حكم المباراة من الدولي زيد ثامر، أطلق صافرته وخطأ باللقطة الماضية. هذا علي خليل. لا زالت الأمور مستمرة. المباراة التي انطلقت بنفس التوقيت مباراة ديالى والكرخ، كذلك نادي ديالى متقدم لا زال بهدف دون رد، وهذه المباراة لا زالت مستمرة بالتعادل. تنفذ هذه الكرة بالراس هنا، جول. لا 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 لا، ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب يا أحمد ياسين. نعم، بعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة. زاخو ب63 نقطة ونفط البصرة ب29 نقطة. نادي زاخو الذي يسعى لتحقيق 3 نقاط من خلال مباراة اليوم من أجل الضمان والابتعاد بالمركز الثالث عن أقرب منافسيه عن المركز الثالث نادي الطلبة صاحب 56 نقطة، وكذلك نادي القوة الجوية أيضا بنفس الرصيد ب56 نقطة. يوم غد سيلعبون مباراة ديربي العاصمة بغداد في واحدة من أجمل مباريات هذه الجولة، في لقاء الديربي ما بين القوة الجوية والطلبة. بالأمس كذلك لعب مباراة نادي تهوك أمام النجف واحتل المركز السادس برصيد 53 نقطة، بينما القرمة صاحب أيضا 52 نقطة في المركز السابع. النفط ب 52 نقطة. غدا سيلعب مباراة أمام نادي الشرطة، بينما نادي القاسم أيضا ب 48 نقطة سيلعب مباراة يوم غد أمام نادي الزوراء. ونفط ميسان الذي يحتل المركز العاشر ب 48 نقطة بعد فوزه على نادي الميناء بهدفين دون رد. كذلك الكهرباء في المركز ال11، أربيل في المركز ال12، ال13 لينوروز، وال14 النجف، ال15 الكرخ، وال16 نادي الميناء. في المركز ال17 نادي ديالى. هذا في حال إذا حقق الانتصار سيكون برصيد 37 نقطة، بينما نفط البصرة في حال إذا حقق انتصار اليوم سيكون برصيد أيضا 32 نقطة. بينما في متذيلية الترتيب لدوري نجوم العراق في المركز ال19 وفي المركز الأخير نادي الحدود، و19 لنادي كربلاء. نادي الحدود نعم هذا الموسم حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين، بينما أكثر الأندية استقبالا للأهداف والأكثر خسارة هذا الموسم هو نادي الحدود، خسر 27 مباراة واستقبلت شيباكة 73 هدف. ومن ثم نادي كذلك كربلاء كثاني أضعف خط في دورينا هذا الموسم، حيث استقبلت أيضا شيباكة 57 هدف، لن يسجل إلا 23 هدف. هذه بعد أن وصلت الكرة ولا زالت مستمرة بهذا التقدم. هنا العبور، وصلت الآن الكرة بهذا التقدم بهذا العطاء ما بين نفط البصرة وزاخو. كنا نتحدث عن أضعف منظومة دفاعية وعن أقوى خط هجوم. أقوى خط هجوم حتى الآن في دورينا هو خط هجوم نادي الشرطة، حيث سجل 63 هدف، وأقوى منظومة دفاعية هي أيضا من نصيب الشرطة، حيث لن تستقبل إلا 19 هدف بعد أن مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ويليه الزوراء الذي سجل 51 هدف، بزاخو كذلك سجل 54 هدف، بينما نادي الزوراء كذلك شباكة لن تستقبل إلا 21 هدف. مضت تلك الكرة وبعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة. كل شيء يمضي من خلال أحداث هذا اللقاء. نادي زاخو يسعى من أجل التقدم بهدف ثاني، ونفط البصرة الذين يبحثون عن هدف يعيد الأمل ب3 نقاط.
وصلت الكرة هنا بهذا التقدم، لكن الابعاد كان من حسين عباس. حسين عباس غير ابعد الكرة الماضية. نشاهد ونتابع بعد ان مضت تلك الكرة. عادت الان بمنتصف الملعب. هذه عادت الان وامامية تتخلص. هي تعود هنا بمنتصف الملعب. محمد علي عبود من محمد علي عبود ونقله تعود بالراس، تعود والابعاد ياتي هنا. ضغط على دفاعات نادي نفط البصره، لكن الابعاد لا زال مستمر من المدافع كان جريفي التقولي ابعدها. وهذا هو اللاعب يوسف رائد اللي خلص الكرة الماضية من يوسف رائد. لازلنا نتابع ونشاهد احبتي، فهل يكون هناك هدف ثاني بهذه المباراة ولمن وبشباك من؟ هذا ما تنتظره جماهير زاخو، وهناك الجماهير التي تشاهد عبر شاشة الوطن، قنوات شبكة الإعلام العراق التي تنقل إليكم جميع مباريات دوري نجوم العراق. هذه بعد أن وصلت، بعد أن عدت هنا بهذا التقدم ولا زالت مستمرة. يلا هنا وتصويبة بعيدة، لا 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 لا، ضاعت على زاخو، ضاعت كرة الهدف الثاني يا جوستافو. جوستافو لن يظهر اليوم يا جوستافو، ومضت تلك الكرة بعد أن غادرت أرضية الملعب بتمريرة رائعة وجميلة. هداف الفريق أضاع كرة الهدف الثاني جوستافو. هنريك باللقطة الماضية ضاعت على جوستافو، ولا زالت حتى هذه اللحظات كل شيء مستمر فيها من ندية وأداء خلال أحداث هذه المباراة. لازلنا نشاهد شاهدون التوجيه. محمود على ما يبدو نعم بهذه اللحظات محمود الأسود هو الذي سيشرك، وعلى ما يبدو جوستافو الذي سيغادر أرضية الملعب، لكون جوستافو نعم اليوم لن يقدم شيء في المباراة. جوستافو كما توقعت هو يترك أرضية الملعب. هذا اللي سجل هدفين في مباراة الذهاب لن يسجل ولن يكون خطيرا في مباراة الإياب، بل ترك مكانه وحل محمود الأسود ليكون بدلا من اللاعب جوستافو. محمود الأسود العقيد السوري بدلا من اللاعب جوستافو باللقطة الماضية. هذه عدت الآن بوسط الملعب لمصلحة نادي زاخو مرة أخرى. التقدم زاخولي، التقدم لأبناء الخابور، وتنقطع الكريات الإبعاد من اياد عابد فرحان أبعدها والكرة للأمام. هناك بالوسط لا زالت مستمرة بهذا التقدم. نلعب بالدقيقة 61 من أحداث المباراة. عدت يا اياد، ماشي عابد فرحان، هل يزرع الفرحة؟ نعم لنفط البصرة، وتعود لأبناء الفيحاء. الكرة وصلت لفرسان البصرة لكنها انقطعت وعادت مرة أخرى لتصل من جديد. هناك دوران بوسط الملعب من اللاعب ناصر محمد، وأعاد الكرة لي محمد علي عبود لديبوتي، وحاول الآن الكرة تحت أقدام ديبوتي وإلى خارج أرضية الملعب. ضاعت من ديبوتي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. عدة لقاءات جمعت الفريقين، واللقاء 19 ما بين نفط البصرة وزاخو. نعم نفط البصرة حقق الفوز ب7 لقاءات، وأيضا فاز نادي زاخو ب5 لقاءات، بينما حضر التعادل ب6 لقاءات خلال مواجهات الفريقين، عن واحدة من أكبر الانتصارات خلال المباريات التي جمعت الفريقين. هذه بعد أن مضت نفط البصرة صاحب أكبر نتيجة تاريخية خلال لقاءات الفريقين 4-0 على نادي زاخو. هذه بعد أن وصلت، عادت بمنتصف الملعب وتعود من يوسف رائد، والكرة عند اللاعب أحمد إبراهيم، لعبها والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت
ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. هذا محمود الأسود موسم 2013. نعم هذا داعش يومها 4-0 انتهت لنفط البصرة. سجل سعيد محسن وعادل حسين ومحمد فارس وفيصل كاظم بتلك المباراة التي انتهت برباعية لنفط البصرة. لكن هنا بهذه المحاولة عادت عند اللاعب ديبوتي يحاول التقدم من ديبوتي والتدخل يأتي إلى حسين عباس. حسين عباس أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب بتحدي كبير ما بين نفط البصرة وهو يلعب خارج الديار أمام فريق مدجج بالنجوم، فريق يلعب بأرضه وأمام جماهيره. زاخو صعب جدا خصوصا هذا الموسم، قدم مباريات كبيرة، قدم مباريات رائعة ولا زلنا نتابع. هذه كرة بالراس أبعدت وبعد أن عدت الآن لتصل مرة أخرى بهذا التقدم. الكرة مستمرة براسية وهنا تصويبة لكن يأتي الإبعاد، يأتي تتخلص لتعود مرة أخرى. شاهد عادت بهذا الأسلوب بهذه الطريقة حتى مضت ولا زالت مستمرة. نادي زاخو خطير وأحمد إبراهيم لقطة الماضية. نادي زاخو الفريق الوحيد، نعم أو ليس الوحيد بل الفريق الوحيد اللي تغلب على متصدر الترتيب ذهابا وإيابا، هو اللي تغلب على نادي الشرطة في مباراة الذهاب والإياب، وكذلك الزوراء أيضا تغلب على الشرطة في مباراة الإياب. هذه الكرة بعد أن وصلت بمنتصف الملعب، لكن رغم تلك الخسارات الثلاثة التي تلقاها نادي الشرطة لا زال هو في صدارة الترتيب من أجل اللقب السوبر هاتريك، ويليه نادي الزوراء الذي ابتعد لمواسم عديدة عن منصات التتويج، يحاول أن يعود من خلال هذا الموسم والمنافسة مشتدة بين الشرطة ب 77 نقطة والزوراء ب 74 نقطة، بينما زاخو في المركز الثالث نعم بفارق 14 نقطة على المركز الأول وكذلك 11 نقطة على المركز الثاني. أما المركز الرابع للطلبة والقوى الجوية، القوى الجوية النادي الذي عهدناه في جميع المنافسات كان قريب ولن يبتعد عن المربع، إما أن يكون منافس على الصدارة أو يكون في المركز الثالث. في آخر 3 مواسم القوة الجوية كان هو منافس بشراسة على اللقب، لكن الشرطة كان بالأفضلية وحقق تلك الألقاب الثلاثة المتتالية بعد آخر لقب حققه نادي القوة الجوية في موسم 2021، ومن بعدها استمرت الألقاب لنادي الشرطة خلال المواسم الثلاثة الماضية. لكن للأسف الشديد اليوم ترى المستوى بعد أن تراجع لنادي القوة الجوية، لكن كان في المركز السابع ومن ثم عاد الآن ليقترب من المربع، ومباراة يوم غد ستحسم من يكون في المركز الرابع هو أم نادي الطلبة كذلك الفريق الذي ابتعد عن منصات التتويج لسنين طويلة من موسم 2002 حتى موسم 25 ولا زال مبتعد عن منصات التتويج، لكن دائما ما يكون كذلك في المراكز المتقدمة بترتيب دوري نجوم العراق. هذه بعد أن عادت الكرة بوسط الملعب وإلى أن غادرت أرضية ملعب المباراة. محمد علي عبود أبعد الكرة، محمد علي عبود آخر لقب كان للاعب محمد علي عبود مع نادي القوة الجوية. تابع ونشاهد موسم 2014 2-0 لنفط البصرة على زاخو. هذه عدت وهنا نقلة تصل بوسط ملعب المباراة، التقدم بنقلة طويلة بمنتصف الملعب. هناك محاولة والإبعاد يأتي تتخلص أمامية لنادي زاخو، هذه للاعب ديبوتي، يحاول ديبوتي بأن يتقدم لناصر محمد، ناصر ومشتبه يتألق، الإبعاد يأتي. هل يخطفون نقطة ثمينة من ملعب زاخو أبناء البصرة من أبناء الخابور من خلال هذا اللقاء؟ وهناك صافرة تأتي من حكم المباراة، الصافرة والخطأ في اللقطة الماضية.
كأكبر نتيجة كانت 4-0 لنفط البصرة، بينما لنادي زاخو هي 3-2. أيضا هذه كانت لنادي زاخو كأكبر نتيجة فاز بها زاخو، هي في مباراة الذهاب التي انتهت ب3 أهداف مقابل هدفين. هذا التألق والإبعاد كان من الحارس مجتبى في اللقطة الماضية. أيضا بهذه النتيجة 3-2 تكررت أيضا لمصلحة نادي نفط البصرة في موسم 23 يوم سجل علي خليل هدفين ونجومبي سجل هدف. عمر منصوري ومحمد الغنيمي سجل أيضا هدف بتلك المباراة. هذه عادت الآن بوسط الملعب، هنا للأمام التقدم نفط البصرة لزاخو. محمد من ناصر، محمد ناصر يحاول، هنا حصار وهنا الافتكاك، هنا الابعاد، لا زالت قائمة مستمرة بهذه الكرة. وماذا هناك؟ صافرة حكم المباراة تشير للمسة يد وخطأ كان باللقطة الماضية على اللاعب محمد أو على اللاعب ناصر باللقطة الماضية. بعد ذلك الابعاد من اللاعب توري جونيور. شاهد بهذه الإعادة وبهذا الإبعاد اللي كان حاضر من اللقطة الماضية. لا زلنا نشاهد ونتابع أحبتي، هل يكون التقدم حاضر بهذه المباراة ويأتي هدف ثاني بهذا اللقاء؟ ترك أرضية الملعب هداف الفريق اللاعب جوستافو وأشرك مكان محمود الأسود، بينما أيضا أشرك اللاعب أياد عابد فرحان في الشوط الثاني لتشكيلة المدرب سعد حافظ. والتعادل لا زال مستمر ما بين الفريقين. جوستافو كما ذكرنا صاحب 17 هدف كثاني هدافي دوري نجوم العراق بعد اللاعب مهند علي ميمي لاعب نادي الشرطة المنفرد بصدارة الترتيب ب 26 هدف، ومروان حسين ب 15 هدف، وكذلك سيف رشيد لاعب نادي القاسم ب 14 هدف، أمجد عطان ب 13 هدف، سايمون سوف لاعب نادي الطلبة كذلك ب 12 هدف، والحارث هاتم عنده 12 هدف، على عباس وإيزي وبنيامين كل منهم 11 هدف. وصلت الآن نقلة بمنتصف الملعب وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. كل ما يدور بندية هذا اللقاء وأحداث هذه المباراة هو التعادل ما بين الفريقين. زاخو في الجولة 34 من دوري نجوم العراق قبل التوقف تغلب على نادي القاسم، ومن ثم لعب مباراته التي توقفت في الدقيقة 80 لعب بذلك الوقت الذي كان مقرر من قبل لجنة المسابقات، وانتهت أيضا بالتعادل سلما أمام نادي نوروز. لكن نشاهد الآن نفط البصرة الذي يسعى للعودة للبصرة ب3 نقاط من بوابة زاخو من خلال هذه المباراة، وبهذا الاشتراك ما بين علي خليل وكذلك اللاعب علاء رعد باللقطة الماضية. التعادل مستمر والكابتن سعد حافظ بتوجيهاته هنا على التنفيذ. ناصر محمد لعب للشرطة ونفط ميسان ونفط الوسط وينفذ هذه الكرة. الله 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 يا يوسف، الله يا يوسف رائد بهدف جميل وبطريقة جميلة. يوسف رائد يسجل هدف على طريقة اللاعب ابراهيموفيتش بهدف جميل جدا على طريقة اللاعب السويدي ابراهيموفيتش، وهو يعطي روعة كذلك للاعب ابراهيموفيتش بكرة ثابتة تنفذ وبهذه الطريقة من اللاعب يوسف رائد اسكنها الشباك، يوقع على الهدف الثاني في المباراة. الله 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 لأبناء الخابور، هو يوسف رائد يعلن عن ثاني أهداف المباراة لنادي زاخو، لأبناء الخابور، لكتيبة زاخو، لكتيبة المدرب عبد الغني شاد.
والهدف الثاني بالمباراة. يوسف الرائد المتواجد نعم يعلن عن ثاني اهداف المباراة بطريقة جميلة، اسكنها الشباك وقال شباك نفط البصرة بثاني اهداف المباراة بهدف جميل. نظرات لعبد الغني شهد، نعم ابن البادية ابن مدينة النجف ينتظر وينظر بهذه النظرات، يريد ان يتذوق شهد الجبال. نعم يا عبد الغني شهد، هذه نعم خلية زاخو عند عبد الغني شهد، وكذلك بعد نهاية هذه المباراة وخطف النقاط الثلاثة بأن يتذوق شهد المباراة هو الانتصار أمام كتيبة سعد حافظ، الذي حافظ طوال الشوط الأول وحتى الدقيقة 70 على نتيجة المباراة. سعد حافظ كان محافظا على النتيجة بالتعادل وأراد إسعاد نفط البصرة. هي سعد حافظ فهل يسعدهم بالدقائق المتبقية ان هذه المباراة تصل والكرة بالرأس تعود الآن بنقلة أخرى مستمرة وعدت للأمام بهذا التقدم ممكن أن تكون، لكن هناك عند الحارس علي كاظم، الكرة عند الحارس علي كاظم باللقطة الماضية. هذا على رعد ولعب لنفط البصرة. شاهد باللقطة الماضية، لا زلنا نتابع ونشاهد يوسف كأنه خرج إليهم بطريقة جميلة. هذه بعد أن عدت ديبوتي يتقدم لساخو للغواصات الحمراء عند هذا القبطان الأسمراني، لكن انقطعت الكرة لتعود من جديد بعد أن وصلت وبعد أن عدت التقدم. جوزيف يحاول بهذه الكرة من اللاعب جوزيف، تمضي هناك عند حسين فلاح. اشتدت الأمور، فهل تعود البصرة لسكة المباراة وتعدل نتيجة اللقاء أم يستمر التقدم لأبناء الخابور بعد ذلك الهدف؟ هل يتسلقون أسوار قلعة العمادية بهذا اللقاء أبناء البصرة أو هناك يقفون على جسر العباسية من أجل التقدم ليشربون من نهر الخابور هدف التعادل؟ ننتظر نترقب كل ما يدور بتفاصيل المباراة بندية هذا اللقاء. هي وصلت، هي عدت الآن والأمور لا زالت مستمرة بعد أن عدت وبهذه التحركات، لكن الإبعاد يأتي والكرة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة بعد أن أبعدت بهذه الطريقة. شاهد تدخل ما بين اللاعب جوزيف وديبوتي والكرة على ما يبدو غادرت أرضية الملعب بتلك اللقطة. لازلنا نشاهد، كانوا يطالبون حكم المباراة لكن جوزيف احذر يا جوزيف، فأنت لديك بطاقة صفراء يا جوزيف، لا توتر الأمور أكثر حتى لا نشاهد بطاقة صفراء أخرى. بعد أن غادر اللاعب علي خليل وكذلك نعم اللاعب صادق زامل أشرك محمد خضير في هذه اللحظات، وأيضا لاعب أرستوتي باللقطة الماضية. هذه بعد أن عدت لا زالت مستمرة. محمد اشترك، علي وأيضا صادق زامل هما من تركا أرضية ملعب المباراة. بدأت تغييرات المدرب سعد حافظ. هل يعود؟ كما ذكرت هو صراع من أجل البقاء، ممكن نقطة تكون مفيدة لنفط البصرة أو النقاط الثلاثة هذه تعطي دافع أكثر بكثير، لكن أنت تلعب أمام وفريق صعب جدا يلعب بأرضه أمام جماهيره، يريد التقدم وكذلك يريد ضمان المراكز المتقدمة حتى وإن كان الفارق شاسع بين صاحب المركز الأول والمركز الثاني. لكن نفط البصرة كذلك الذي يسعى
من أجل أن يتقدم بهذه المباراة وأن يبتعد عن مراكز الهبوط. هذه الكرة التي وصلت الآن وهي عدت من جديد عند اللاعب محمد قاسم. من محمد قاسم عادت لجوزيف. جوزيف بمنتصف الملعب، هناك لحسن داخل، نقلة من حسن داخل عند اللاعب توري جونيور. جونيور رياض عابد فرحان بوسط الميدان من فرحان، ولكن باتريك مارسيلينو عادت من مارسيلينو لتصل كان جينيفي أماتشو. الكرة بوسط الملعب والحسين عباس. من حسين عباس وصلت الكرة الآن يا حسين عند اللاعب إسماعيل أور صاحب الهدف الأول بالمباراة. بالمناسبة هذا اللاعب سجل في مباراتين الذهاب والإياب، وكذلك ينتظرون منه نفط البصرة بأن يعدل لهم نتيجة المباراة. فهل ينجحون؟ هل يعدلون نتيجة اللقاء؟ لازلنا نتابع. هذه عدت لتصل مرة أخرى بمنتصف الملعب. محاولة، هناك نقلة تمضي بالوسط عند اللاعب ديبوتي. ديبوتي يحاول الآن التقدم من ديبوتي أن يمررها باتجاه اللاعب محمود الأسود. عادت إلى الأسود وتعود عند ديبوتي مرة أخرى بهذا التقدم. والكرة عند اللاعب ناصر محمد، هو صاحب هدف التعادل بالشوط الأول، سجل من علامة الجزاء. ولا زلنا نتابع. هذه مضت الآن بعد أن عدت صافرة حكم المباراة، وهذا محمد علي عبود. شاهد ما بين محمد علي عبود واللاعب اياد عبد فرحان. لعب للميناء وكذلك انتقل من زاخو لنفط البصره رفقة اللاعب محمد خضير. الاثنين لعبوا للميناء ولعبوا ايضا لزاخو، انتقال حر من زاخو لنفط البصره اللاعب محمد خضير الذي اشترك. هذه كرة مضت هنا الان بعرضية ونقلة بالراس. الكرة لا زالت عالية وأياد عبد فرحان هل يعيد الأفراح لنفط البصرة؟ لكن انقطعت الآن ولا زالت بهذا التقدم عند ديبوتي، وبنقلة وصلت لأحمد ياسين. من أحمد ياسين انقطعت. جوزيف كان يقول لا يا أحمد ياسين خلاص ابتعد، وأبعد الكرة من أمامه إلى خارج أرضية الملعب. نظرات للمدرب الكابتن سعد حافظ بتوجيهاته بنظراته، وفي جانبه الكابتن علاء مسالم نيروز، وعلاء نيروز مشرف الفريق. وهناك على ما يبدو تغيير آخر. نشاهد من الذي غادر أرضية الملعب. ياسين يترك أرضية ملعب المباراة، وعلى ما يبدو اللاعب شيفان جميل. شيفان جميل بدلا من اللاعب أحمد ياسين يترك أرضية ملعب المباراة. نعم، أحمد ياسين يغادر أرضية الملعب من أجل الحفاظ على نتيجة المباراة بما تبقي من أحداث المباراة 10 دقائق أو أقل. بدأت بالعد التنازلي لمجريات الشوط الثاني من هذه المباراة. 2 لكتيبة المدرب عبد الغني شهد، 1 لكتيبة المدرب سعد حافظ. هذه وصلت بوسط ملعب المباراة. نفط البصرة يحاولون التقدم بهذا العبور وبهذه الكرة التي وصلت الآن. هي حتى هذه اللحظات لازلنا نشاهد هذه الكرة بعد أن عادت. هناك بنقلة تعود الكرة بالوسط، وهنا نقلة تصل عند الحارس علي من علي كاظم. نعم، شيء جميل، إثارة خصوصا في الجولات الأخيرة المتبقية من دوري نجوم العراق. نادي نفط البصرة في مباراته القادمة سيواجه نادي الشرطة، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين. هذا من يريد البقاء في دوري نجوم العراق، والآخر من يريد أن يحتل عرش الصدارة والتمسك بصدارة الترتيب. مباراة ديالى والكرخ لا زالت مستمرة بهدفين للفريق الطموح. ديالى المتقدم على الكناري بهدفين مقابل لا شيء. وهذه المباراة أحبتي
كما تشاهدون أيضا مستمرة بهدفين مقابل هدف. نلعب بالدقيقة 82 من أحداث اللقاء. حتى هذه اللحظات نادي زاخو متقدم بالمباراة بهدفين مقابل هدف، ونفط البصرة يحاولون بما لديهم من إمكانيات. آيات يا عابد فرحان عدت الآن، يبحثون فرسان البصرة، فهل يكون هناك فارسا يعيد المباراة بهدف التعادل لنفط البصرة؟ وصلت هنا للبصرة مرة أخرى، تنقطع والكرة بالراس، عادت بوسط الملعب. محاولة لا زالت مستمرة للكتيبة الخضراء، وهنا العبور يا اياد، يلعبها من محمد خضير، والتقدم بهذه الكرة الآن مستمر وإلى خارج أرضية الملعب. ضاعت الكرة على اللاعب البديل أرسطو تيزيكي، ضاعت يا أرسطو تيزيكي باللقطة الماضية. نشاهد نتابع زيكي أيضا سجل في مباراة الذهاب، هذا اللاعب البديل، وبعد أن يشرك من قبل المدرب الكابتن سعد حافظ، فهل يكون بطاقة رابحة ويغير المعادلة لهذه المباراة من متأخر إلى تعادل، ويتقاسمون نقاط هذه المباراة ما بين زاخو ونفط البصرة. تقدم نفط البصرة الفريق الذي حل ضيفا في المباراة ليثبت للجميع بأنه منافسا صعبا لهذه المباراة، لكن الخطأ كان يا محمد خضير باللقطة الماضية. أيضا محمد لعب للميناء ولزاخو، هذه عادت وانتقل ليعود لنادي نفط البصرة. هذه تصل بوسط الملعب، هناك عند المدافع توري جونيور، أبعدت طويلة يا جونيور إلى غادرة أرضية الملعب. هذا العاجي توري جونيور نادي زاخو خلال هذا الموسم لعب 34 مباراة، فاز ب 18 مباراة وتعادل ب9 بينما خسر 7 مباريات. تمكن من تسجيل 53 هدف، مع هدفي هذه المباريات تمكن من تسجيل 55 هدف، بينما استقبل الشباك 25 هدف. هذه وصلت الآن كأكبر نتيجة فاز بها هذا الموسم هي على نادي القاسم 6-2، واحدة من أكبر النتائج في دورينا هذا الموسم بعد نتيجة الشرطة في شباك نادي ديالى 6-0، وأيضا تغلب على نادي كربلاء 5-0، تغلب على الزوراء 3-2 على أربيل، 3-1 على القرمة، 1-0 على الشرطة ذهابا وإيابا على الكرخة، أيضا على ديالى 4-1 تغلب على نفط البصرة في مباراة الذهاب، 3-1 على الحدود، 3-1 عفوا على نفط البصرة، 3-2 حسن داخل ترك أرضية الملعب، وتغلب على الكهرباء 3-0 على الحدود، 4-0 وعلى نادي القاسم أيضا كذلك 2-0. حسام مالك بدلا من حسن داخل تعادل بهذه الكرة لتصل بهذه الخطورة من محمد علي عبود، نقلة تأتي محمد والابعاد، تتخلص من اللاعب جوزيف بمنتصف الملعب. أرسطو تيزيك باللقطة الماضية هو تعادل أمام الطلبة سلبا، تعادل أمام نادي نوروز بهدف لمثله، وتعادل أمام الكرخ أيضا بهدف لمثله، أمام نفط ميسان، أمام الميناء سلبا وأربيل ونوروز والزوراء. تصليله من جديد، هذه بعد أن عادت وصلت بهذا التقدم، كرة مستمرة لتصل بمنتصف ملعب المباراة من الخطورة، وهنا التصويب، لكن هناك خروج للحارس علي كاظم، خروج للحارس علي كاظم باللقطة الماضية. نعم، خروج للحارس لإصطاد الكرة الماضية. زاخو هذا الموسم كما ذكرت خسر 7 مباريات، وخسر من النفط والقوة الجوية والكهرباء وتوك وكربلاء ونفط ميسان وديالى. هذه بعد أن عادت لتصل مرة أخرى، خسر في أرضه من الكهرباء، وكذلك خسر من نفط ميسان وديالى في أرضه. هذه بعد أن عادت الكرة لتصل مرة أخرى من التقدم
بهذه الكرة، وأيضا خسر النفط والقوة الجوية لتعود مرة أخرى. مستمرة المباراة بهذه اللحظات وبهذه الدقائق المتبقية أحبتي. كل شيء يمضي ويداهم مجريات هذا اللقاء، والتقدم لأبناء الخابور. تأتي العرضية هنا عند الحارس علي كاظم، يتألق علي كاظم باللقطة الماضية، ولا زالت الأمور مستمرة يا محمد خضير بهذه النقلة. محمد خضير حسين بالكرة الماضية. نفط البصرة فرسان البصرة هذا الموسم حقق الفوز ب7 مباريات من أصل 34 مباراة، بينما تعادل ب8 وخسر 19 مباراة. هو فاز على الكرخ 1-0، على الكهرباء 2-1، على الطلبة 1-0، على نوروز 2-0، وكذلك 1-0 على ديالى، 3-1 على الحدود، و3-0 أيضا في مباراة الإياب على الحدود. تعادل أمام الزوراء والنجف والنفط وكربلاء والقرمة ونوروز، هذه لتصل من جديد. عبدت عند الحارس مجتبى. للمجتبى خسر 19 مباراة، خسر من نفط ميسان 1-0، من القوة الجوية 2-1، من النفط 2-0، 5-0 من القرمة، 4-1 من أربيل، 2-1 من كربلاء وإلى خارج أرضية الملعب، 1-0 من توك، 2-0 من الميناء، 3-2 من زاخو، 2-1 من نادي القاسم، و2-0 من الطلبة، كذلك 2-0 من القوة الجوية، 3-1 من الشرطة، 2-0 من الكهرباء، 1-0 من الميناء، و3-0 من الزوراء. هذه النتائج التي خسر بها نادي نفط البصرة خلال هذا الموسم. آخر مباريات تعادل أمام نادي نوروز لحساب الجولة 34 من دوري نجوم العراق. يضغطون الآن بما تبقي من أحداث المباراة لنفط البصرة. هل تكون هنا عودة من بوابة الأمل أن تعدل نتيجة المباراة ويتقاسمون نقاط هذه المباراة بهذه الدقائق المتبقية؟ فكل شيء ممكن في مباريات كرة القدم، ولا زالت الأمور مستمرة. التقدم نعم بهدفين مقابل هدف، هذا لا يعني أن المباراة انتهت، فممكن أن يأتي هدف ويعيد الأمل بهدف تعادل، أو كذلك أن تنتهي الأمور بهدفين مقابل هدف وتبقى النقاط الثلاثة هنا في زاخو عند أبناء الخابور. زاخولي والكرة وصلت الإبعاد من مجتبى، أبعت نقلة بالراس إلى أن مضت. محمد يحاول، علي عبود لناصر محمد بهذا التقدم بأن يكون هدف قاتل في المباراة ويطلب استمرارية اللعب. حكم اللقاء تعود لعلي خليل طويلة بهذه الكرة لإسماعيل أهورو. هل تكون هي قاتلة الآن يا إسماعيل؟ أهورو عادت، وبهذه اللحظات المتبقية بهذه الأنفاس محمد خضير يتراجع بهذه الكرة، المرور العبور، يحاول أن يشغل دفاعات زاخو، والكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، ضاعت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. نعم بكل شيء ممتع، بإثارة، بمتعة، بتحركات جميلة، باستلام وتسليم، بأسلوب الآخر يختلف عن الأول. شاهد بعد هذا التدخل، وكانت هناك المطالبة الحكم المباراة، لكن هو كان الأقرب 6 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث المباراة. محمد علي عبود الذي سيترك أرضية الملعب، وحميد حاجي سيشترك، حسين فلاح كذلك ترك أرضية ملعب المباراة. حميد حاجي بدلا من اللاعب محمد علي عبود. 6 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث المباراة. غادر محمد علي عبود، وحميد حاجي يشترك الآن بهذه الدقائق المتبقية من الوقت الإضافي لأحداث المباراة. نتابع نشاهد أحبتي أصدقائي بهذه السهرة الجميلة، بهذه المباراة الرائعة، بهذه الأجواء الممتعة من مباراة الإياب لحساب الجولة 35 من منافسات دورينا. بعد أن مضت هذه الكرة، بعد أن عدت وغادر حسين فلاح وأشرك اللاعب مصطفى هادي
بدلا من حسين فلاح بالوقت الإضافي. تلعب طويلة للأمام والكرة تعود. نفط البصرة يقدم كل ما لديه من عروض رائعة، من جمل تكتيكية جميلة، من محاولات وخطورة مستمرة على دفاعات نادي زاخو من أجل التقدم وتعديل نتيجة المباراة، والتراجع واضح لدفاعات نادي زاخو بهذه الكرة التي وصلت الآن لا زالت مستمرة عند اللاعب حسين من حسين خضير. يحاول حسين عباس خضير هو من يحاول التقدم بهذه الكرة من حسين عباس، يحاول أن يتقدم. التدخل باللقطة الماضية ولا زلنا نشاهد أحبتي حتى هذه اللحظات، وكل شيء كما تشاهدون مستمر بتقدم صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف. نادي هذه المباراة أن يسجل هدف يعدل النتيجة، هذا ما يسعى لأجله نادي نفط البصرة خلال ما تبقي من الوقت الإضافي لهذه المباراة. تنفذ الكرة الآن بهذا التقدم، هي وصلت، هي عدت الآن وما زالت مستمرة، الكرة مستمرة حتى هذه اللحظات لمصلحة نادي نفط البصرة بهذه الخطورة وتراجع اللاعب ناصر محمدون الخلف. نعم يقطع ويبعد الكرة التي عادت هناك عند اللاعب توري، من اللاعب توري جونيور، أبعدها توري جونيور والتي وصلت الآن بهذا التقدم، والإبعاد يأتي من علاء رعد. علاء رعد أبعد الكرة الماضية، أبعدت تلك الكرة يا علاء رعد إلى الحارس مجتبى. الوقت يداهم المباراة لما تبقي من أحداث اللقاء، وجوزيف يحاول أن يعدي لكن أعاد الكرة جوزيف عند اللاعب كان جنيفي وتصل لأياد عبد فرحان. هذه من أياد عبد فرحان تلعب الآن وبالراس تتخلص الكرة يا أياد عبد فرحان. ما يحاول الآن فعلا نادي زاخو عند اللاعب ديبوتي بهذا التقدم، هذا الثالث أن يكون قاتل، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. نعم الإبعاد كان من اللاعب كان جنيفي باللقطة الماضية، أبعد تلك الكرة ببراع المدافع كان جنيفي وأنقذ مرمى فريقه من هجمة خطيرة جدا. بهذه اللحظات شاهد لعادر لتلك الكرة التي أبعدت. هنا الركنية الآن لمصلحة نادي زاخو بهذه الثواني المتبقية من أحداث المباراة، وها نحن نشاهد تنفذ الكرة بالرأس ويأتي الإبعاد تتخلص لتعود مرة أخرى كرة بمنتصف الملعب، وهناك خطأ في اللقطة الماضية. الخطأ يأتي خطأ بعد هذا التدخل لتصل مرة أخرى. هنا التقدم، هنا العبور لنادي نفط البصرة. هل تكون هي رصاصة الرحمة التي تعيد الأمل بهدف التعادل لنفط البصرة؟ لكن أبعدت بالثواني الأخيرة، خلاص ممكن أن تنتهي بهدفين مقابل هدف. وهناك ماذا حكم المباراة يقول خطأ صافرة خلاص، والكرة الأخيرة على ما يبدو، الكرة الأخيرة لما تبقي. زاخو 2 ونفط البصرة 1. إذن تأتي صافرة النهاية لحكم المباراة، تعلن عن نهاية أحداث هذا اللقاء بفوز نادي زاخو بهدفين مقابل هدف لنادي نفط البصرة في مباراة مثيرة، مباراة رائعة حملت في طياتها التحدي الكبير والإصرار والمتعة والإثارة. شاهدنا تبادل الهجمات والشغف الجماهيري من خلال هذه المباراة. مبروك لنادي زاخو، لأبناء الخابور، هارد لك لنادي
نفط البصرة، الفريق الذي قدم مباراة رائعة وجميلة. مبارك لكتيبة المدرب عبد الغني الشاهد، هارد لك لكتيبة المدرب سعد حافظ. تقبلوا تحياتي، أنا كنت معكم في التعليق لأحداث المباراة المعلق حسين السعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.